بصوا، الوضع الاقتصادي صعب جدا، وكلنا بغض النظر عن مستوياتنا المختلفة بنفكر ازاي ممكن نوفر بالذات مع الولاد من غير ما نبقى مقصرين معاهم. اول حاجة، دي اول نصيحة للتوفير، لازم تكتبي كل اول شهر ايه اهم حاجات او اساسيات عندك وتفضلها فلوس في اظرف. اشتري كده ب10 جنيه اظرف ووفري كتير بعدها. ده الظرف ده بتاع التطعيمات مثلا اللي هي الإضافية. الظرف ده مثلا هندفع بيه التمرين. الظرف ده رايح مثلا لفاتورة الكهرباء والإنترنت. طلعي الحاجات الأساسية وشوفي اللي باقي معاكي كام وابتدي وزعيه على الشهر. انما لو اول ما قبضتي المرتب بدأتي تبعزقي يمين وشمال مش هتلاقي حتى للحاجات الأساسية خالص. نمرة 2، الحوامل. مش لازم يا حبيبتي تجيبي كل حاجة قبل الولادة. اهم حاجه تجيبي الحاجات اللي انت محتاجاها اول شهرين، لان دول فعلا انت مش هتقدري تنزلي فيهم خالص وتلفي. عايزه تجيبي هدوم هتنفعك لبعد كده، ماشي، عشان ما تبقيش بتلفي. انما مش لازم انا من قبل مولد يبقى عندي مش عارفه الباونسر اللي هيقعد عليها والهاي تشير اللي هياكل عليها بعدين لما يتم ال6 شهور. يعني حاجه. وفي حاجات كتير قوي هتجيلك هدايا مش هتحتاجي اصلا تشتريها. نمرة 3، دايما الهدوم بتاعة الطفل لما يجي ميعاد السيل او التخفيضات هاتي للسيزن او الموسم اللي بعده. ده بيخليكي لما تدخلي موسم الشتاء اللي بعده تلاقي نفسك مأمنة نفسك بقطعتين 3، والحاجة بتبقى ارخص كتير جدا. بالذات مثلا الجاكيت، بدل ما بتشتريه مثلا بتشتريه بنص الثمن في السيل، بس اعمليها في محل انت ضامنة مقاساته. دايما في المستورد بتعرفي تظبطي المقاسات اكتر، او بحبحي هاتي اكبر. هو في الاخر الاكبر عمره ما هيخسر، الصغير هو اللي هيعجز معاكي. حاجات البيبي ما بنشتريهاش من الصيدليه اوكي، حاجات البيبي بنشتريها من اماكن ارخص. يعني البامبرز مثلا والحفاضات بنشتريها منين؟ من بتوع اللي بيبيعوا حاجات الورقيه والمساحيق. طب دول مش عندي، يبقى انا اجيبه من السوبر ماركتس معينه معروف ان هي مثلا بتعمل عروض على نوع الحفاضات دي. تقدري كمان لو قريب ليكي من شبرا قضاعي. قضاعي ده اللي هو اللي بيبيع المستلزمات اللي الصيدليه بتاخد منه، فبتجيبيها بسعر احسن كتير. التتينات والبيبرونات والحاجات دي لو اشتريتيها من الصيدليه هتبقى غاليه جدا، خصوصا لو بتشتري التتينه الافنت او الانواع الغاليه. هاتيها بقى من جروبات فيسبوك، هتلاقي جروبات كتير قوي على فيسبوك وعلى ماركت بليس. اكتبي بس تتينا ايفنت مثلا، هتلاقي 1000 جروب نزلك. اختاري واحد خلاص يكون الناس بتشكر فيه والكلام ده واشتري منه، هتوفري على الاقل نص تمنها. الباونسر والسترولر والادوات اللي هي الغاليه الكبيره اما بتروحي تجيبيها من محلات لعب الاطفال الكبيره بتبقى غاليه جدا. لو جبتيها برضو من جروبات او في صفحات معينه من فيسبوك بس تروحي تشتريها وتفكي العلبه وتبصي عليها قبل ما تاخديها، بس بتوفر مثلا بتلاقي نفسك وفرتي حوالي 500 جنيه مثلا في الحاجه الواحده. في مشتريات كتير للبيبي ممكن يعاد استخدامها، يعني انا مش لازم اجيبها جديده، انا ممكن اروح على بيبي جراج او بعض الجروبات اللي موجوده على الفيسبوك اشتريها مستعمله. بالذات مثلا الكار سيت بتبقى حالته كويسه جدا، او مثلا الباونسر والمرجحه بتاعت البيبي بتبقى الام استخدمته 2-3 وخلاص، فانت ممكن تجيبيه بسعر مخفض جدا تضمني انك جايباه نظيف ومتين وتجيبيه بنص الثمن. الامهات اللي هتبدا اكل للولاد، انت مش لازم تجيبي حله معينه او حاجه للبخار عشان تعملي الاكل على البخار. طبعا الاكل الصحي اكتر بكتير قوي على البخار، بس انت ممكن تجيبي حله ستانلس عاديه جدا عندك ومصفى ستانلس ارخص بكتير جدا من حله البخار وعليها خطوه. تحطي في الحله شويه الميه في المصفى شويه الاكل وتغطي عليهم هيستووا على البخار وخلاص. برضو الهاند بلندر اللي هو بنضرب بيه الاكل، لو امكانياتك مش سامحه ما تقليش على روحك انك لازم تشتري بلندر عشان اكل الولاد، في الاخر قعر الكوبايه بينفع. الكبه اللي عندك لو عندك كبه مع نقطتين ميه بتمشي وبتعرفي تهرسي الاكل. حاجات كتير بتتهرس بالشوكه، بالعكس ده هو قله البلندر ساعات هيخليكي مضطره تخشني الاكل تدريجيا، وده احسن كتير للطفل. الكريمات بتاعه الاستراتش ماركس اللي هي علامات التمدد، الخطوط البيضاء والحمراء اللي بتظهر على البطن مع الحمل وبعد الولاده والكلام ده، بتبقى غاليه جدا بالنسبه لبعض الناس، طبعا غاليه. وممكن جدا جدا تجيبي بدلها حاجات ارخص. هتلاقي فيديو مخصوص للستراتش ماركس والمنتجات بتاعته، وممكن حتى تبتدي بزيت الزيتون. هو الفكره او زيت جوز الهند. زيت جوز الهند حلو قوي لان انتي بترطبي
هو كل الهدف ان انا ارتب المكان ده، فمش لازم ادفع كل المبالغ دي في الترطيب. الناس اللي بتستخدم ازازة المعقمات والمنظفات الغالية جدا، وانتوا عارفين من غير ما اقول اسماء، انتي ممكن تستبدليها بازازة الكلور. الكلور والله بيعقم يا جماعة جدا، وفي اوقات بيكون معقم اكتر كمان من الحاجات التانية، وارخص كتير قوي قوي قوي. الجبن غالية طبعا، اليومين دول غليت قوي. فانت تقدري تلجئي للجبنة القريش وتعمليها سبريد. تحطي عليها شوية زبادي او لبن، وتحطي معاها زيت زيتون وشوية زعتر، وتدلعيها بقى فلفل احمر باي حاجة لطيفة، وتضربيها في الخلاط. بتبقى وفي وصفات كتير على اليوتيوب بتخليها زي السبريد كده، لذيذة جدا في الساندويتش، وطبعا صحية اكتر. المكسرات غليت جدا، ممكن تستبدليها بالفول السوداني. الفول السوداني بيفتح الشهية، فيه بروتين، فيه زنك، حلو قوي لمناعة الولاد، مغذي جدا جدا. ممكن من اتمام السادس تطحنيه ناعم جدا جدا، وتجربي تحطي منه شوية صغيرين كده على الاكل للاطفال. الاطفال الاكبر ممكن تعملي منه زبدة فول سوداني. اكلة رخيصة ومغذية، السمسم. هات شوية سمسم، ربع كيلو سمسم، يعني مش هيكلفوكي 20 جنيه خلاص، واطحنيهم ناعم جدا للطفل او للاطفال الكبار لو بتحب تاكلهم كده، وضيفيهم على اي حاجه. حطي شويه على الزبادي، شويه ان شاء الله على الساندوتشات. السمسم غني جدا جدا بالكالسيوم، وفيه زيوت مغذيه جدا جدا لتركيز الاطفال. وسعره الحمد لله مش غالي زي المكسرات وحاجات تانية. الحفاضات بقت غالية جدا على ميزانية الناس، فلو عندك طفل كبير شوية، يعني مثلا فوق سنة وكم شهر، وفي اوقات الصيف انت ممكن بدل ما تستخدمي الحفاض تستخدمي القماش. بيبقى فيه زي كده كيلوت قماش، من جو من براه فيه مشمع. لو جبتي منه مثلا 4 وبدأتي تغسلي من ده لده، يعني تغسلي فيهم، ده هيبقى اوفر لك كتير جدا جدا من ان انت تستخدمي الحفاضات طول الوقت، بشرط ان انت تعودي الطفل انه الستول او اللي هو البراز، يعني اعزكم الله، بيتعمل في الحمام، لان هيبقى صعب تغسليه. يعني خلينا عمليين، فده بيتعمل، انت عارفه ميعاده ان هو بيتعمل مثلا الصبح، او ان هو بيرتاح جدا بعد الغدا فبيتعمل. فخلاص ده انا هعود ابني من 1.5 سنة ان هو يعمله في البوتي. انا اللي هركز معاه كمان، مش هتوقع منه يعني ان هو هيبقى عارف لوحده وهيجي يقول لي. وبقيت اليوم انا مكمله معاه بالقماش، ده هيبقى اوفر لك طبعا. تخزين الخضار بيوفر كتير جدا. انت لو اشتريتي مثلا الباميه في غير ميعادها، بتلاقيها سعرها ضرب جامد جدا. ومع الوقت بتبتدي تحسي ان الخضار بقى غالي قوي، فخلاص مش لازم خضار، احنا ممكن نقضيها مكرونه وحاجه تانية. فاعرفي المواعيد بتاعه تخزين كل نوع من انواع الخضار وفرزيه. هو طبعا اكيد الطازه احلى، يعني وصحي اكتر، بس برضو الحاجه لو دخلت الفريزر مش زي ما انتوا فاكرين انها بتبقى مضره ومزعجه. في الاخر انت بتفرزيها في بيتك وانت عارفه ان انت يعني منضفاها كويس ومحافظه عليها كويس في الفريزر، هيوفر معاكي. دي بقى هتوفر معاكي جدا صحيا كمان. بلاش اكل البيبي من الصيدليه، هتروحي تجيبي العلبه اللي في الصيدليه اغلى بكتير قوي من اكل البيت، وصدقيني محطوط عليها سكر ومواد حافظه وكراميل. في منهم ما بيبقاش فيه مواد حافظه عشان ابقى صادقه، بيبقى فيه زيوت مهدرجه اللي هي اوحش انواع الزيوت بالنسبه للاكلات يعني. وبعدين الاطفال بتتعود عليه، بيعمل لها امساك، والاطفال بتتعود عليه ما بترضاش تاكل الخضار والفاكهه. الاطفال من اول مثلا 2-3 شهور بتلاقي نفسك بتلبسيهم بفتات كتير قوي، علشان بيرجعوا وبيقشطوا اللبن، ووقت الاكل بيعكوا الدنيا خالص. فدايما البافيتا اللي بتجيبيها هاتيها تكون مشمع من ورا. وفي امهات نصحوني بحاجه جميله، انك تلبسي البافيتا بالعكس، بحيث ان المشمع هو اللي يبقى قدام، عشان الطفل لو وسخ المشمع انت في الاخر بتمسحي المشمع بحاجه مبلوله، انما لو وسخ الناحيه التانية بتضطري تغسلي كل البافيتا. فده هيوفر معاكي في ان انت اولا بيوفر معاكي ان انت ما تغيريش الهدوم كلها، مش كل ما يتوسخ يبقى لازم هدوم جديده. فبالتالي ممكن تقدري تمشي نفسك مثلا ب3 سلوبيتات بدل ما تضطري تجيبي 6 سلوبيتات وبعدين يرجعوا يصغروا على الولاد. وطبعا كل واحده على حسب ظروفها. الزبادي لو جربتي تعمليه في البيت هيبقى اوفر جدا، وعلى فكره افيد جدا، لان ما فيهوش المواد الحافظه اللي بتجيبيها من بره، وبيبقى غني بالخمائر النشطه. فدي بتحافظ جدا على المناعه بتاعه القولون بالذات. وعلى فكره بالنسبه للحفاضات، مش لازم الحفاضات تبقى غاليه عشان ابني يرتاح عليها. الامهات بتبتدي ساعات او بعد الولاده تشتري اغلى حاجه بالنسبه لميزانيتها، مع انه ممكن ابنها يبقى
مرتاح جدا على الاقل من كده. وعلى فكره ساعات بتجيبي اغلى حاجه وبتلاقي ابنك تحسس عليها، او يعني ما كانش مرتاح لها وبيجيله عليها تسلخات. فما تربطيش نفسك بنوع معين، جربي، هاتي كميات صغيره بالذات في الاول، وجربي لغايه ما تشوفي ابنك ارتاح على ايه. وحاولي تجيبي المقاس الاكبر من الحفاضه، ده هيقلل انه يحصل حساسيه او اي رياكشن ناحيه الحفاضه. ودايما حطي طبقه من زيت الزيتون حتى بدل كريم الحفاضات، وده ارخص بكتير، بس تعزل عن جلد الطفل عن البول والاحماض بتاعه البراز والكلام ده، فتبقى بتحميه. النصيحه دي بتفرق معانا كلنا الحقيقه. خبي الفيزا الفيزا اللي بتشتري بيها دي، اللي هي غالبا بتشتري بيها مش على حسابك، بتتدايني بيها اوكي، بس بتديكي احساس كده ان انت طول ما انت ماشيه انت ممكن تفرتكي عادي. لا، انت لو خبيتي الفيزا وحطيتي شويه كاش في محفظتك، فحسيتي انه فاضل 200 جنيه وطلع 200 جنيه والكلام ده بيخليكي تصرفي اقل. اطباق البيبي، احنا اول ما البيبي بيبتدي ياكل بنبتدي بقى نروح نجيب اسطول جهاز العروسين، اطباق معينه غاليه جدا، معالق معينه غاليه جدا. انا مش من انصار الاطباق الغاليه. طالما تقدري تجيبي طبق بولات صغيره بي بي اي فري، يعني البلاستيك بتاعها نظيف ومناسب للطفل، هاتي كتير احسن ما تجيبي الطبق واحد غالي هو شكله كيوت جدا بس هو طبق واحد. في الحياه الحقيقيه انت بتحتاجي كتير على ما تلحقي تغسلي وعلى ما تدوري على معلقه، فاهمه؟ فهاتي الارخص بس اللي تقدري يبقى عملي معاكي اكتر من الشكل. متصرفيش كتير على اللعب، والله مش قصدي، بس هيجي وقت يكبروا وهتلاقي نفسك فعلا بتجيبي لعب كتير وبيستفيدوا منها. انما اللعب في اول سنه بالذات مش هي دي اللي شويه اطباق بلاستيك هم اللي بيلعبوا بيها، او ازايز او شباشب او ريموتات زي ما قلنا، وبيسيبوا الحاجات اللي انت دفعتي فيها فلوس كتير، بالذات العضاده. ما تجيبيش العضاده الغاليه لانه 99% ما بيحبوهاش. لعب كمان دايما حاولي تجيبي اللعبه الباسيف مش اللعبه الاكتف. يعني ايه الاكتف توي؟ هي اللعبه اللي بتسلي الطفل، هو قاعد والعروسه بتتحرك او بيتخبط او بتعمل اصوات ونور، هو ما بيعملش حاجه، هو بيتفرج بس. انما الباسيف توي هي لعبه عاديه كده بذاتها ما بتعملش حاجه، فالطفل بياخدها يلعب بيها، بالذات بعد مثلا سنه ونص يبتدي يفهمها، تعمل له خيال، ياخدها يكلمها يقعدها، البنت تأكلها. ده اللي بينمي خيال الطفل ويزود قدراته. وبتبقى الألعاب دي أرخص بكتير من الألعاب التانية اللي ببطارية الضخمة اللي بتعمل أنوار وأصوات. استثمري في الرضاعة الطبيعية، أوفر بكتير قوي 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 من اللبن الصناعي، وطبعا أفيد بكتير. ودايما الأم اللي عندها صعوبات رضاعة وربنا يقويها يا رب، إن هي فعلا مش قادرة توفي أو تدي لبن بكمية كبيرة غصب عنها، أنا عارفة، لو صرفتي على انك تروحي لاستشارية رضاعة جلسة او 2، انت بتحسي انك دفعتي مبلغ كبير، بس الحقيقة انه ده بيوفر لك على المدى الطويل من كمية العلب اللي هتجيبيها للبن والببرونات والمجهود، لان انت بتعملي مجهود كبير، محدش يقول ما بتعمليش مجهود طبعا، والكريمات والمراهم والمناعة اللي بتبقى قليلة فالطفل بيعيا، فبنروح للدكتور وبنجيب ادوية. لما تحسبيها يعني بالورقة والقلم تلاقي لا، انا لو رحت جلسة ولا 2 للرضاعة واتعلمت ارضع صح وحليت مشاكل الرضاعة، ده هيبقى اوفر لي كتير على المدى الطويل. ودايما اقول الام اللي بترضع صناعي اوعي تحسي ان انت اقل او ان انت مقصرة، انت ام جميلة، تعبتي جدا وعملتي مجهود كبير جدا جدا، بس للأسف كان في معلومات في الوقت ده مش متوفرة لك، او دعم طبي ما جالكيش بالشكل الصح. لو انت بتجيبي للبيبي زبادي يوناني، الزبادي اليوناني يفرق ايه عن الزبادي العادي؟ انه فيه بروتين اعلى، الزبادي العادي فيه كالسيوم اعلى. فانت بدل ما تجيبي اليوناني اللي هو ب3 اضعاف السعر، هاتي الزبادي العادي وحطي عليه صفار بيضة، يبقى انت كده حطيتي له ايه؟ البروتين الاعلى. لو انت بتشتري مساحيق معينه مثلا زي اريال او بيرسيل او الحاجات دي، هاتي الجل، اوفر بكتير قوي من الباودر وانضف، وهتلاقيه بيحافظ لك على الالوان اكتر وريحته حلوه كمان على فكره. لو انا طالعه مصيف ومش قادره اجيب بامبرز البحر، هاتي كيلوتات المشمع، هي بتبقى من بره مشمع من جوه قماش، وبتتغسل بعدها عادي جدا، واستخدميها من غير ما تحسي باي مشكله. عارفه ليه؟ لانه اصلا الحفاضات بتاعه البحر مش بتحوش البول، مفاجاه، هي بس بتمنع التسرب بتاع البراز، فبالتالي الكيلوتات المشمع هتعمل معاكي نفس الايه الوظيفه. بس
لازم تبقي منتبهه لو اتبلت عشان تغيري بسرعه، فالطفل ايه ما يلتهبش. الحواديت وقصص الاطفال بتبقى عايزه ميزانيه كبيره، بالذات القصص الكبيره الغاليه. لا انت ممكن تجيبي قصص الاطفال ارخص بكتير قوي. وخلاص فيديو المكتبه نازل ان شاء الله، والاماكن اللي ممكن تشتري منها القصص هتلاقيها على القناه. تشتريها من اماكن رخيصه. البازلز بدل ما بتصرفي وتشتري بازلز، انت ممكن تجيبي ورقه عاديه مرسوم عليها الرسمه وتقصيها بازل، لان الاطفال بيزهقوا اصلا بعد فتره، بيبقى عايز يغير البازل دي ويجيب غيرها ويجيب غيرها. فهاتي فرخ كده ارسمي عليه الحاجه وايه وقصيه، هيستخدموه هيتعلموا. الصلصال ممكن تجيبي بدل ما بندفع كتير في العجينه بتاعه الصلصال اللي هي اصلا بعد فتره بتبوظ مننا، انت ممكن تتعلمي تعمليه في البيت بشويه الوان، دي بتبقى سهله جدا. طبعا دي مش كل الافكار، عايزاكم بعد اذنكم تكتبوا لي انتوا وتحاولوا تفيدوا بعض دايما زي ما انتوا معوديني. فيدوا بعض بافكار كتير انت حاسه انها وفرت معاكي في التعليقات. ربنا يقوينا يا رب، واللي جاي ان شاء الله يبقى احلى.